مباراة قوية وواحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية. الزمالك والإسماعيلي قمة بينتظرها كل جماهير الكرة المصرية، وبالتحديد جماهير نادي الزمالك اللي مستنيين أول ظهور لفريق نادي الزمالك المرعب. حاجة كده من ريحة فريق الأحلام. الزمالك وبعد الانتدابات الشتوية الكل بيقول هيكون شكل تاني خالص. المدرب البرتغالي الجديد جوزيه جوميز هيقود نادي الزمالك لأول مرة، أول ظهور رسمي لعبد الله السعيد مع نادي الزمالك. هنشوف ازاي البرتغالي هيعتمد على خبرات شيكابالا وعبد الله السعيد وازاي هيستفيد منهم، وازاي هيوظف زيزو، وايه هيكون دور ناصر ماهر في وجود شيكابالا وعبد الله السعيد. حاجات كتير جدا مستنيينها من نادي الزمالك في اللقاء اللي هيقام في الإسماعيلية الاثنين زي ما قلت لحضراتكم 19 فبراير النهارده الساعة 7 مساء. إصابات كتير في الزمالك خاصة ناحية الشمال، هيغيب طبعا فتوح وهيغيب عبد الشافي للإصابة، ربنا يعفو عنه ويشفيه. وفي الغالب هيشارك عمر جابر في مركز الباك الشمال. من الأرقام السلبية قبل المباراة إن الزمالك بيحتل المركز ال 13 من 8 مباريات، والإسماعيلي في المركز ال 14 من 11 مباراة، والاثنين برصيد 11 نقطة. يعني من الطريف ان اتنين كبار من فرق الدوري المصري الزمالك والاسماعيلي بيتنافسوا على المركز ال 13. الزمالك متحمس والاسماعيلي جاي من فوز، ان شاء الله يكون لقاء ممتع وقوي.